سلام سلام، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وصحتكم بخير وانتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم. راح نخدم كيكه بالتفصيل من الالف للياء بكل تفاصيلها، من الجينواز، لا كريم، المونتاج، الليساج، لا فينيسيون، الديكور، كامل تفاصيل مع الكثير من الاسرار. تابعوا معايا هذا الفيديو للاخر، ما تفوتوا حتى مقطع باش تشوفوا كامل التفاصيل. نبداو بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه ألف صلاة أو السلام. أول حاجة راح نبداو في لاكريم باتيسيير. كنت حطيت نص ريتلا تاع الحليب فوق النار، خليتها حتى وين تغلي لي. من جهة واحدة أخرى درت هنايا 2 مغارف تاع مايزينا، مغرفة تاع فرينة، مغرفة تاع كاكاو، 4 ملاعق سكر. خلطت البنات المايزينا والفارينه باش ما تجيناش لاكريم تاعنا بزاف ثقيله. كيما قادرين نتوما ديروا 3 مغارف تاع مايزينا ومغرفه تاع كاكاو. انا درت 2 مغارف تاع مايزينا ومغرفه تاع فرينه ومغرفه تاع كاكاو. بعدها ضفت 4 ملاعق سكر. بعد ما يغلي الحليب تاعي اللي كنت درته فوق النار، نجيبو نبدا نفرغ فوق لاكريم مع التحريك المستمر. مع تبداو تفرغوا في الحليب وتخلطوه في نفس الوقت، باسكو لو كان تفرغي الحليب بلا ما تحركي قادره هذيك المايزينا هذيك تكربع لكم وبعد ما تقدريش تحليها. نحركوا مليح باش نذوبوا ذيك المايزينا ونذوبوا السكر، وثاني باش نحيو هذوك الحبيبات تاع الكاكاو. بعدها نعاود نصفي الخليط تاعي. هنايا كنت ما فرغتش كامل كميه الحليب، فرغت نصف الكميه، حركت مليح ما كملت، فرغت نصف الكميه اللي بقات لي تاع الحليب. من بعد هنايا بعد ما كملت حركت مليح، نصفي الخليط تاعي ونردو فوق النار مع التحريك المستمر. النار تاعنا لازم تكون غير قليله، نقصوا النار وما تحبسوش كامل تحرق، باسكو لو كانت تكملي تحرق دقيقه برك قدرت تتحرق لك من تحت. والنار قلنا ما نزيدولهاش، باسكو لو كان نزيدولها تتحرق لنا ثاني من تحت. بعد ما تحصلت على هذا القوام، بعد ما طابت لي لاكريم تاعي وثقلت لي كيما راكم تشوفوا، نحيتها من الكاسرونه، فرغتها في الغيسيبيون، وفرغت لها هنايا 100 غرام تاع شوكولا. البنات تقدروا تخدموا بديل شوكولا كيما قادرين تخدموا بالشوكولا. انا استعملت هنايا بديل الشوكولا الوجدان، درت شوكولا بالحليب. ودرت مغرفه كبيره تاع زبده ما يعادل 60 غرام. معناتها نديرو 60 غرام تاع الزبده و 100 غرام تاع شوكولا كيما قادرين تخدموا بامباسادور نوار ولا بالحليب، ولا ديروا بديل شوكولا كيما قلت لكم. المهم هذا الشوكولا راح تخلي لنا لاكريم تاعنا تجينا بزاف متماسكه ثقيله، وثاني كدولي على بزاف بنينه. بعد ما نحرك مليح ونذوب الزبده تاعي ويتجانسوا لي المكونات، نجيب بابي فيلم ونغطيها مليح، نخليوش كامل الهواء يقيسها، نخليوها تبرد. انا اول حاجه كنت بديت في لاكريم تاعي باش تبرد لي، ومن بعد نروح نوجدوا بقيه المكونات تاع الكيكه تاعنا جينوا سيرو وكامل. انا يلا لاكريم تاعي كنت وجدتها ليله من قبل، لي جينوا ثاني نخدموهم البنات ليله من قبل، السيرو ليله من قبل. من بعد دوزيام جور ديري المونتاج تاع الكيكه تاعك، تحبي ديريها صباح بكري ولا تحبي ديريها مع العشاء كيما تحبي. هنايا نفيلميوها مليح اللاكريم تاعنا، ما نفيلميوها اون كونتاكت، ما نخليوش كامل الهواء يقيسها، ونخليوها تبرد لنا مليح. قلت لكم تحبوا تخدموا توجدوا كل شيء ليله من قبل صباح بكري، ديري المونتاج وتكملي لا فينيسيون. واذا كانت الكيكه تاعك خارجه في لو ميم جور تكملي لا فينيسيون عشيه كامل. سينو قادرين توجدوا هاد الصوالح الصباح، العشيه ديري المونتاج، تخلي الكيكه تاعك تبات في الثلاجه، غد من ذاك تكملي لها لا فينيسيون. هنا جيت نخدم السيرو اللي درت فيه كاس تاع سكر مع 2 كيسان تاع الماء، نديروها فوق النار، نخليوها غير تغلي، نحسبوا لها 10 دقائق ونطفيو عليها. انا ما نضيف لها والو، ما نديرها ني طرونش تاع قارص ولا حتى حاجه، نخليها بعد ما تغلي تبرد، ومن بعد نعطرها بلا باتاغون اللي نحب. هنايا جينا نخدموا لا جينواز. الجينواز تاعنا جبنا البيض 7 حبات بيض. البيض تاعنا لازم يكون بدرجه حراره الغرفه. الريسيبيون تاعنا لازم يكون ناشف، ومام البيض لازم يكون ناشف. هذا الجينواز البنات راح نخدموها بدون محسن، ناجحة 100%، بزاف خفيفة وبزاف بنينة. أول حاجة نفصلوا الصفار على البياض، وما نخليو حتى قطرة تاع صفار تطيحلنا فوق البياض تاعنا. القاعدة اللي رانا رايحين نخدموا بها هي 30 غرام سكر و30 غرام فرينة
لكل حبة بيض. بعد ما كملنا فصلنا كامل كمية الصفار على كامل كمية البيض تاعنا، فصلنا لهم صفار على البياض. فوق البياض تاعي راني رايحة ندير مغرفة تاع الملح هذه الصغيرة ما يعادل 3 غرام ملح، ومغرفة تاع الخل. الخل رايح يخدم لنا خدمة المحسن في هذا لاجينواز، جينواز بدون محسن، ولكن الخل رايح يكون هو المحسن في هذا الجينواز. بعد ضفنا 210 غرام سكر، ما يعادل 30 غرام سكر، 30 غرام فرينة لكل حبة بيض. بدينا نطلعوا من اقل درجه، نزيد في الفيتاس حتى نوصل لاقصى درجه، ما نضيفش الصفر حتى وين يولي لي الخليط تاعي ابيض كما راكم تشوفوا ويضاعف الحجم تاعو. بعدها نجيب الصفر نبدا نضيف فيه على دفعات، واحده بعد واحده، واحده بعد واحده، واحده بعد واحده، حتى نضيف كامل كميه الصفر. وماشي غير نضيف كمية الصفر ونشوف الجينواز تاعي طالعة نحبس، نزيد نخليها تطلع حوالي 10 دقائق حتى وين تضاعف الحجم تاعها وتولي لي بيضة ودير لي منقار العصفور. شوفوا هنايا دارت لي منقار العصفور، وشوفوا لي كيفاش راه القوام تاعها، وثاني ولات بيضة. نجيب المواد الجافة، كنت هنايا نورمالمون نديرو 210 غرام فرينة، مي انا درت 190 غرام فرينة و20 غرام كاكاو، درت 7 غرام تاع خميرة الحلوى و14 غرام تاع لافاني. نحرك مليح بالفوي او بالسباتول، انا ما نحبش نخدم بالسباتول، نحب نخدم بهذا الخلاط اليدوي. تخلطي بشويه من الفوق للتحت، من الفوق للتحت. المواد الجافه تاعنا نغربلهم المره الاولى ونعاود نغربلهم المره الثانيه فوق الخليط. قلنا نغرب لهم 2 قطرات وما نفرغوش كامل كميه المواد الجافه على ضربه، نفرغها على 2 دفعات. درت الدفعه الاولى حركت مليح، وما دازت الدفعه الثانيه وحركت مليح. هنايا كنت نوريكم بلي راني رايحه ندير فيها الخميره. قلنا الجينواز هذه الكلاسيكيه الوصفه الاصليه ما فيهاش خميره الحلوى، مي كوم توجور نخافوا من الفول ونخافوا من الطياب، ندير انا 1 غرام خميره الحلوى لكل حبه بيض. لا معناتها هنايا راني دايره 7 غرام خميره الحلوى. جبت سنيوات تاعي، سنيوات تاعنا فيهم 30 على 25، راني رايحه ندير بهذا الخليط 3 ورقات. شعلت الفور تاعي كي بديت نخدم في لي جينواز البنات، كنت شعلت الفور تاعي على 170 درجه من الفوق ومن التحت، خليته يسخن مليح مليح. بعدها بعد ما درت الخليط فوق كنت قسمته على 3، راهم 2 سنيوات وخليط. هنايا بقى لي قيس الورقه الثالثه. نسويو السطح. شوفوا الخليط هذا ما يجيناش هذاك الخليط اللي يجي بزاف ثقيل، يجي هكذا خفيف بصح دوك تشوفوا بلي الجينواز تاعنا ناجحه. نسوي السطح تاع لي جينواز تاعي. بعدها ندخلهم للفور تاعنا اللي قلنا كان مسخن من قبل على 170 درجه، نحطهم في الرف الوسطاني وغير نحطهم نقص النار من الفوق ونخليها من تحت عادي في 170. من بعد نحط قلنا سنيوة تاعنا في الرف الوسطاني وما نفتحش عليهم حتى تفوت 10 دقائق. بعد ما تفوت 10 دقائق نفتح الكوشه تاعي ونشوف اذا طابت لي. هي هذا جينواز الورقه ما تاخذناش فوق 10 دقائق في الطياب. غير تحلي الكوشه، لا استهانشت من الفوق تحطي يدك، لا ما لصقش لا ما كانش تلاصق صايره راهي طيبه. مي واذا شتيها راهي تلاصق اعرفي باللي مازال ما طابتش مليح. شوفوا لي كيفاش جاو الورقات تاعنا ما شاء الله. كنا درنا 3 ورقات، هذه الورقه الثالثه بعد ما جبتها كنت نوري لكم فيها كيفاش جات. حطيت الجينواز تاعي بردت، قلنا نقدروا نخدموا كل شيء الصباح نديروا المونتاج مع العشيه، ولا نخدموه مع العشيه نديروا المونتاج الصباح. نتوما والكيكه تاعكم وقتاش تحتاجوها. انا كنت نوريكم لا مارك تاع لا شونتيي اللي نخدم بها لا برانسيس. درت كاس تاع لا شونتيي بكاس تاع الماء، مما فرغتش الكاس تاع الماء كامل على ضربه، فرغت في الاول نصف كميه الماء درتو يطلع. بعد ما طلعت لي وضاعف الحجم تاعها ولات هكا ثقيله، نبقى نضيف هذيك النصف الكميه تاع الماء اللي خليتها. الماء تاعنا يكون بدرجه حراره الغرفه. هذا الشونتي هذه طلعتها باش نخدموا بها لاكريم باتيسير تاعنا اللي كنا وجدناها من قبل. لاكريم باتيسير تاعنا بعد ما بردت راح يولي قوام تاعها بزاف ثقيل. نحيت ديك لا شونتي من الريسيبيون ودرت لاكريم باتيسير، ودوكا نبداو نطلعوا فيها. نبدا نطلع فيها بشويه حتى وين تخفف. بعد ما تخفف نضيف لها هذيك لا شونتي اللي كنا طلعناها، نضيف كامل كميه لا شونتي اللي كنا طلعناها
ونطلعها مليح 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 حتى وين تولي لي خفيفه. هنايا تقدروا تضيفوا لها الذوق اللي تحبوا تضيفوا لا باتاغون براليني ولا لا باتاغون تاع الكراميل، ولا تزيدوا لها لا باتاغون تاع شوكولا، ولا حتى تزيدوا لها مغرفه تاع شوكولا اتارتيني، كيما تقدروا تزيدوا لها مغرفه تاع البراليني. المهم هاد لاكريم تزيدوا لها واش تحبوا. انا هنايا كنت ضفت لها لا باتاغون براليني. ونبداو في المونتاج تاعنا. درت الورقه الاولى، شربتها، درت كميه تاع لاكريم، من بعد درت كميه تاع الكراميل، ودرت جوز ولوز محمصين ومكسرين غير بالموس. زدت درت الطبقه الثانيه ثاني شربتها. هنايا تشرب البنات راني نشرب غير بالبانسو باش ما نشربوهاش فوق حقها. درنا في الطبقه الثانيه شوكولا اتارتيني كما راكم تشوفوا. بعدها درت الطبقة الأخيرة ثاني شربتها، سويت كامل الأطراف وندخلوها للثلاجة. تدخلوها هنايا البنات للثلاجة. اذا خدمتيها في الليل خليها ليله كامله في الثلاجه، اذا خدمتيها مع الصباح خليها حوالي 6 ساعات في الثلاجه، ومن بعد تخليها المجمد واحد نص ساعه، ومن بعد باش تكملي لها ليساج. هنا كنت نعاود نوري لكم كيفاش نطلعوا لا شونتي باش نديروا بها ليساج. درت كاس تاع لا شونتي، فرغت له نص كاس تاع الماء، نخليوها تطرب مليح مليح حتى وين يضاعف الحجم تاعها، ومن بعد نبقى نضيف لها في الماء بالتدريج. هذا لا شونتي كي نطلعوها لا شونتي كي نطلعوها بهذه الطريقه البنات راح تجينا بزاف خفيفه، ما يجوش فيها هذوك الحبيبات تاع لا شونتي، وثاني ما يجيش فيها الهواء. لا شونتي ماشي غير تطلع لنا نحبسو، نو خليها تطلع حوالي 10 دقائق، ومن بعد نبداو نديرو في ليساج تاعنا. الليساج البنات شوفوا فيما يخص المونتاج ما طولت لكمش فيه، باسكو لي فيديو اللي راهم في الصفحه من قبل كامل فيهم الليساج، على هكاك ما حبيتش نطول لكم بزاف الفيديو نو تاع المونتاج. سي بور سا ما حبيتش نطول لكم الفيديو تاع المونتاج. ميم الليساج البنات كاين دي فيديو اللي فيهم الليساج. هنايا الكيكه تاعنا بعد ما ريحت 6 ساعات في الثلاجه دخلتها للمجمد حوالي نص ساعه، وجبتها باش ندير الليساج تاعي. كنت نقول لكم هنايا سباتول اللي نكونوا نخدموا بها توجور نقيوها، ما تقعدوش تديو وتجيبوا في هذيك لا شونتي باسكو ما تحصلوش على هذاك الوجه هذاك الليس، يبقى لكم توجور الخطوط. مي غير تنقي لا سباتول تاعك وتعاودي تخدمي بها وتعاودي تفوتيها رايحه تحصلي على داك الوجه الليس. هنايا الاطراف تاعنا لا لاحظتوا ما نحيتهمش، ما نحيت ولا مرسو. انايا ما نحيش لي شوت تاع الاطراف، معناتها كي نقول فيها 30 على 25 بعد ما نكملها الليساج راح تولي لي فيها حوالي 35 على 30. هنايا قلنا نديروا كميه اللبس بها تاع لا شونتي، ما تشحوش في لا شونتي، وبداو تخدموا في الليساج تاعكم. نبدا من الاطراف، بعد ما نكمل كامل الاطراف تاعي نعاود نولي الوجه تاع الكيكه، ندير كميه لبس بها تاع لا شونتي، نسوي السطح تاعي. ودائما الاداه تاعنا كنت نقي فيها في الريسيبيون، وبعد كي نحب ندير الوجه الاخر نغسل لا سباتول تاعي مليح مليح، وبعد نعاود نفوتها. هنايا شوفوا باش تتحصلي على ذاك الوجه الشباب اللي ما يجيش فيه خطوط. ديجا لا شونتي تاعنا كطلعيها بهذه الطريقه عارفي بلي راح تساعدك في الليساج. قلنا الماء تاعنا لازم يكون بدرجه حراره الغرفه، ميم لا شونتي تاعنا تكون بدرجه حراره الغرفه، باسكو لا شونتي تاعكم لو كان طلعوها بالماء بارد غير تحطيها فوق لو بلان دو ترافاي تدي داك الشوك تاع درجه حراره الغرفه، واذا كان الغرفه تاعك سخونه راح تعاود تذوب لك. مي كي تطلعيها بما بدرجه حراره الغرفه وتخدمي بها ماهيش راح تذوب لك، وصوت اذا كانت كيكه تاعنا بارده وتبداي تخدمي فوق الكيكه راح ديريكتومون تحكم روحها وتساعدك في الخدمه. هنايا قلنا في الوجه الاخير دائما تنقي هذيك لاسباتول تاعك وتعاودي تفوتيها غير بشويه. في هذه المرحله لازم تكوني صبوره. وشوفوا مانيش نخدم لكم كامل بالبلاطو تورنونت هكذا باش تتعلموا بلا البلاطو تورنونت، سورتو اللي يحبوا يتعلموا يحبوا يخدموا لوليداتهم في الدار، المبتدئات اللي ما عندهمش باش يشريو بلاطو تورنونت، تبداي تتعلمي هكذايا غير بشويه حتى تمشي يدك. وثاني كامل تعلمنا بلا بلاطو تورنونت حتى تمشي يدك. وما كاش اللي زاد نعلم، كامل كنا مبتدئين بالوقت بالممارسة بالاجتهاد بالمثابرة راح تولي ان شاء الله محترفة وتولي من لي غون شاف ان شاء الله.
هنايا بعد ما كملنا كامل الاطراف عاودنا سويناهم، عاود وليت للسطح تنحي هذيك لا شونتي هذيك غير بشويه كتولي من الطرف وتدخلي. تبعوا برك الحركه تاع يدي وتشوفوا كيفاه. ومن بعد رحت غسلتها ومسحتها مليح مليح بطرشونه ولا بلي بابي كيما تحبي، وتعاودي تفوتيها باش تحصلي على هذاك الوجه اللي يجيك ليس وما فيهش كامل خطوط. شوفوا الحركات تاع يدي برك، لاحظوا لي غير ركزوا غير مع الحركات تاع يدي. انايا بعد ما كملت كامل نقيت هذاك السوتاس وجبت لا شونتي اللي كانت بقات لي، جبت لا باتاغام تاع شوينغام، وجبت الملون بودرة هذا تاع فروكتا، استعملت منه كمية صغيرة. هذا من الأحسن تستعملوه كي تكونوا رايحين تطلعوها، تضيفوا شوية منه في الماء باش تذوبوه باسكو يجي بودرة. أنا هنايا حركت مليح 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 حتى وين ذاب لي، حتى وين حصلت على هذا اللون هذا اللي يجي بلو سيال. باسكو التام تاع الكيكه تاعنا راهو رايح يكون هذيك فروزن ملكه الثلج نورمالمون، على هكاك حبيتها في البلوسيل مع الابيض. هنايا درت هذا الشكل. شوفوا تبعوا لي غير الحركه تاع يدي، مره تروحي هكذايا، مره تولي هكا، مره تروحي هكا، مره تولي هكا، حتى وين تتحصلي على هذا الشكل الشباب. كملت كاع الاطراف، ومن بعد درت من تحت بوشيت دي غازا سامبل. وبديت ندير في الشكل النهائي تاع الكيكه. هنايا يعود للذوق تاع الزبون وثاني ذوقك انتي. بغيت نزعف فيها ندير هذه منا لا منا، ومن بعد نولي منا، ومن بعد نولي منا. جبت هذوك لي فوتو اللي كنت وريتهم لكم نورمالمون، ما وريتهم لكمش مي لا بروشين فوا ان شاء الله ندير لكم فيديو عليهم. هذوما كنت امبري نخير التمرين نحبوا من بانترست، نتي لي شارجي لي فوتو ما تامبريميهم على بابي فوتو. المهم بابي فوتو تاعنا يكون شويه خشين، ماشي هذاك بابي فوتو الرقيق. تحبوا ديروهم فوق لا بات ا سكر ومن بعد تحطوهم فوق لا شونتيي، سينو ديروهم ديريكتومون باسكو من بعد يتنحاو اصلا. ميم لو كان ديريهم فوق لا بات ا سكر راح ينحيوهم. هنايا كنت نقول ندير هذه هنا، ومن بعد لا نعاود نديرها هنا، ومن بعد نحيها منا، ومن بعد هذه راح نحيها كامل، ومن بعد قلت لا نخليها. هنايا المهم في الديكور النهائي انا نحب ندي فيه وقتي باش باسكو الافكار ما تكون عندك فكره في راسك، كي تولي تخدمي لي يزيدوا يجيوك هكذا الافكار. ومن بعد نحيت هذيك اللي درتها من تحت كامل، وعاود درت هذاك رجل الثلج. رجل الثلج. انا بعدها عاود درت واحده صغيره منها من الطرف. كنت ثاني جبت هذوك الفراشات وبديت نحط في الاسم تاعها رازان. حطيت الاسم درته في الابيض، ماهوش يبان كامل على البيض، ماهوش يبان. ومن بعد نديروا له لاكري جولد هذاك اللي يجي اون بود، خلطته بديسو الفون تاعو ولونت الاسم تاعها من الفوق. درت هذاك القصر تاعها نورمالمون من تحت، شوفوا لي من تحت. قلت لكم المهم هاد الصور كامل تلقاوهم في بانترست، تيليشارجي وامبريمي. هنايا كنت ندير لها في لاكري باش يبان الاسم تاعها باسكو ما كانش كامل يبان. هنايا شوفوا في الديكور دايما ابدعي واخرجي كامل واش كاين، كامل اللمسه الابداعيه تاعك. من بعد ما كملت كل شيء جبت هذوك لي بول. هذو ما يتباعوا البنات اللي يبيع لوازم الحلويات يبيعوهم وما ينتكلوش. يجوا هكذايا يجي فيهم واحد السلك غذائي نورمالمون ديريهم فوق الكيكه، ومن بعد يترماو ما ينتكلوش. وصلنا للنهايه. ما تنسوش تمدوا لي رايكم في الكيكه تاعنا تاع اليوم في التعليقات. ما تنسونيش بجماتكم تعليقاتكم والبارطاج. واذا اول مره تشوفي قناتي ما تنسينيش بالاشتراك. نخليكم في امان الله، مع السلامه.